مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلوها بالعناوين. الرئيسان الإريتري والصومالي يتفقدان الصوماليين في كلية الطيران المدني. تشييع المناضل لفريم دبركريستوس الصومالي. دعوة لتسجيل الممتلكات الثابتة في السجل العقاري. أمريكا تجري طلعة بقاذفات بي 52 مع 13 دولة في الشرق الأوسط. اتفاق مبدئي على ضم تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا. الصين تتنفس الصعبة وتخفف إجراءات وقيود كورونا. السلام عليكم ورحمة الله. زار رئيسان إسياس أفورقي وحسن شيخ محمود اليوم 11 من نوفمبر الصوماليين الذين يتلقون تأهيلا في كلية الطيران المدني في إريتريا. وساهم المتدربون البالغ عددهم أكثر من 200 من قبل في إعادة بناء القوات الجوية الصومالية. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في المناسبة إن الفرصة التي حصلوا عليها تحملهم مسؤولية متوازية، وإن الشعب والحكومة الصومالية تنتظر منهم القيام بواجبهم لإعادة بناء القوات الجوية الصومالية التي كانت في فترة ما من أقوى القوات الجوية في إفريقيا. وقدم للرئيسان في الكلية شرحا حول التدريب المقدم. وزار الرئيسان بعد ذلك معمل التقان التابع لشركة سجن للإنشاءات في بيت قرقيس. هذا وشارك في الزيارة من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد إيمان قبراب، ومن الجانب الصومالي وزير الخارجية أبشير عمر جامع. وكان الرئيسان الإريتري إسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود عقدا أمس اجتماعا تناول تطورات الأوضاع الصومالية والتعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية. هذا وقد وصل الرئيس الصومالي إريتريا بعد ظهر أمس في زيارة تستغرق 4 أيام تلبية لدعوة الرئيس إسياس أفورقي. شيع في الساعة 10 من صباح اليوم جثمان حاكم الإقليم الجنوبي السابق المناضل إفريم دبركريستوس مخرزين في مقبرة الشهداء بأسمرة. شارك في مراسم التشييع الذي انطلق من منزله وحتى مقبرة الشهداء في أسمرة بمارشات الشرف كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورفاقه المناضلين وزملاء العمل والأسرة. ووضع وزير الحكومات المحلية ولدنكي الأبرهة باسم الوزارة وحاكم الإقليم الجنوبي هبتا أبتسفازيون وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي آمتين وغوسيه وابني يوناس إفريم باسم الأسرة أكاليل الزهور على قبر المناضل الفقيد. انضم المناضل إفريم بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس من عام 1975 وخدم في القوات المقاتلة وقسم الإدارة الشعبية في مختلف مستويات المسؤولية، بعد أن نشط من عام 72 وحتى 75 و900 وألف في تنظيم تحيشا في إثيوبيا. وعمل بعد الاستقلال في وزارة الحكومات المحلية ومديرا لمحافظة ونائبا لمدير محافظة والمدير التنفيذي في إدارة الإقليم وحاكم الإقليم، مفنيا 47 عاما من عمره في خدمة الوطن بتفان. استشهد المناضل إفريم دبركريستوس في 8 من نوفمبر جراء مرض ألم به عن عمر بلغ 72 عاما. المناضل إفريم دبركريستوس متزوج وأب ل4 أبناء. دعا قسم السجل العقاري المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم الثابتة في السجل العقاري لضمان التحقق من الملكية. وأوضح المدير العام للقسم السيد هبتان ميكائيل ولدقرقيس لوكالة الأنباء الإريترية إن قسم السجل العقاري يعمل بموجب المرسوم رقم 95 لعام 1997 في تسجيل وتأكيد ملكية الأرض والمباني المشيدة عليها والحقوق والواجبات المتعلقة بها، وكذلك نقل الملكية القانونية وصحته بالبيع والوراثة والهبة والوسائل الأخرى وتقديم الإثبات لذلك. كما يشمل العمل تسجيل المباني الحكومية والأراضي المخصصة للإنشاءات الحكومية. وحول فوائد السجل العقاري أوضح أنه وباستثناء ضمان التحقق من الملكية يسهم في خفض النزاعات وخلافات الأراضي، مشيرا إلى أن القسم يعمل بالتعاون مع قسم التنمية المعمارية وكاتب العدل والضرائب الداخلية والبنوك والمحاكم.
وقال إن القسم سجل في الأشهر التسعة الماضية 1656 عقارا، كما قام بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي من خلال طلاب كلية ماي نفحي بأكثر من 30 تسجيل أكثر من 30 ألف مبنى في مدينة أسمرة في الفترة من 15 من يوليو حتى 15 من أغسطس، غير أن 4500 مبنى لم يتم تسجيلها لسفر مالكيها. ودعا المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم العقارية ليكون لها تعريف قانوني، وتحقق المشتري للمباني بأنه مسجل، وعلى البنوك تقديم القروض بضمان العقارات التي هي فقط مسجلة في السجل العقاري لضمان خلوها من الحظر والديون. عقد مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي اجتماعا يوم 9 من نوفمبر لتحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة بحضور المشرفين التربويين ومسؤولي المكتب والإدارة. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إن نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام 2021-2022 لم تكن حسب الرغبة، ويجب التعرف على الأسباب وإيجاد حلول لها. ودعا المشرفون التربويون في التقارير التي قدموها المعلمين وأولياء الأمور للاهتمام بتحسين النتائج ومساعدة الطلاب المحتاجين لذلك. وحث مدراء المدارس لبذل الجهد في المدارس الابتدائية لتمكين جيد للطلاب لتحسين كفاءة الطلاب بصورة عامة. وأشاد مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتسجي كداني بسكان مديرية أمن حيلي لحل مصاعب المدارس وبناء فصول إضافية وتخفيف معيشة المعلمين، داعيا لتعزيز دورهم أيضا في تحسين كفاءة أبنائهم. من جانبها أوضحت مدير مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو إن نتيجة الامتحانات متدنية مقارنة بالاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في قطاع التعليم، ويجب تضافر جهود المعلمين والطلاب وأولياء الأمور مع الإدارة لنتائج أفضل. هذا توجد في مديرية ابن حيلي 39 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة لقاءات مع الطلاب بحث فيها دور التنظيم الواعي في التنمية. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في الفرع السيد ماركوس قرمازين إن تنفيذ أنشطة ترتكز على الطلاب وتقوية تعطيرهم حسب مجالات أنشطتهم من المهام الكبيرة للاتحاد، داعيا الشباب عامة والطلاب على وجه الخصوص للاستفادة من الفرص المتاحة. وقال إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الشركاء بتسيير أنشطة موجهة في الشباب وحث الشباب للعمل لإنجاح برامج التنمية الجارية في محيطهم. وذكر مسؤول تعطير الشباب في فرع الاتحاد في القاشبركة السيد سليمان يوسف إن اللقاءات التي تجري مع الشباب جزء من مهام التنظيم وبرامج توعيتهم والدفع بمشاركاتهم. وطالب المشاركون للدفع ببرامج التدريب والتأهيل المعرفي والمهني لدورها الكبير في حياتهم. فاصل سادتي وأعود بالأخبار الخارجية. أفاد بيان للقيادة الوسطى الأمريكية بأن الجيش الأمريكي أجرى طلعة لقاذفات B-52 الاستراتيجية إلى جانب 13 دولة شريكة في الشرق الأوسط. وقال قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا إن هذه الطلعة تظهر التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي والقدرات الجماعية للشركاء العسكريين في المنطقة. وتعد القاذفة B-52 درة تاج القوات الجوية الأمريكية، فهي قاذفة طويلة المدى عابرة للقارات وقادرة على حمل الأسلحة النووية، وذلك منذ بدء طيرانها في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي أثناء فترة حكم الرئيس دوايت أيزنهاور. ولا تمتلك أي دولة أخرى هذا النوع من القاذفات العملاقة أو أي قاذفات أخرى تقترب من إمكانياتها. وتتميز هذه القاذفة بوجود 8 محركات تسمح لها بالطيران بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الطيران من قواعدها داخل الولايات المتحدة إلى أي بقعة في العالم دون الحاجة للتزود بالوقود. توصل قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا آسيان إلى اتفاق مبدئي على انضمام تيمور الشرقية إلى المنظمة الإقليمية كما أعلنوا خلال قمتهم السنوية في بنوم بنه. وأصبحت هذه الدولة التي تعد
1.3 مليون نسمة، وكانت مستعمرة برتغالية سابقة ضمتها جاكرتا عام 1975، مستقلة في 2002 بعد 24 عاما من الاحتلال الإندونيسي. ويمكن أن يتم انضمامها الرسمي خلال القمة المقبلة في إندونيسيا التي ستتولى الرئاسة الدورية لهذا التكتل الإقليمي. في الانتظار على الديلي وضع مراقب يتيح لها المشاركة في كل اجتماعات آسيان، وكانت أحدث دولة في جنوب شرقي آسيا طلبت الانضمام إلى الرابطة في 2011، وكان آخر توسع لآسيان الذي يضم 10 أعضاء جرى في 1999 مع انضمام كمبوديا. خففت الصين إجراءات مكافحة كوفيد-19 مع خفض مدة الحجر الصحي للوافدين من 10 أيام إلى 8، وإلغاء الإغلاق المفاجئ لمسارات طيران أمام بعض الرحلات الجوية. وفي إشارة إضافية إلى التخفيف، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أنها ألغت شرط تحديد وعزل المخالطين الثانويين للمصابين. وقالت الحكومة في مذكرة نشرها التلفزيون الرسمي أن اللجنة الدائمة للمكتب السياسي اجتمعت لإقرار تخفيف القيود. وجاء في المذكرة أيضا أنه سيظل مطلوبا من الوافدين الخضوع ل6 فحوصات للكشف عن الفيروس، ولن يسمح لهم بالخروج خلال الأيام 8. واعتمدت الصين سياسة صفر كوفيد التي تتضمن إغلاق أحياء أو مدن بكاملها بمجرد ظهور إصابات، وإجراء فحوص واسعة النطاق أو حتى عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم والمسافرين القادمين من الخارج. أعلنت الشرطة الأسترالية أن قراصنة معلوماتية يقفون وراء هجوم إلكتروني على شركة أسترالية عملاقة للتأمين الصحي طال 9.7 ملايين مشترك لديها بمن فيهم رئيس الوزراء. وقال ريس كيرشو المسؤول في الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن مجموعة من مجرمي الإنترنت المرتبطين بشكل غامض ببعضهم نفذوا هجوما إلكترونيا. وأضاف أن الشرطة الفيدرالية تعرف من وصفهم بالمجرمين المسؤولين عن هذه العملية ولن تفصح عن أسمائهم في الوقت الحالي. وقد طالب القراصنة المسؤولون عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف ميديبانك إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا بفدية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لوقف الكشف عن بيانات طبية شخصية لعملائها. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. الرئيسان الإريتري والصومالي يتفقدان الصوماليين في كلية الطيران المدني. تشييع المناضل إفريم غبركريستوس صباح اليوم. دعوة لتسجيل الممتلكات الثابتة في السجل العقاري. اتفاق مبدئي على ضم تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا. مقتل شرطي بلجيكي طعنا في بروكسل والشرطة تحقق في الهجوم. الصين تتنفس الصعدة وتخفف إجراءات وقيود كورونا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الدولية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.